هو فيليب كوتينو راح فين دلوقتي؟ صلي على النبي وتعالى اقولك. كوتينو يا صديقي اللي اشهر بداياته في 2013 مع ليفربول، كان ساعتها عنده 21 سنة. وطبعا الناس دي مش بتبدأ في سن ال21 سنة طبعا زي المحليات عندك، لا ده بدأ في سن ال18 وال17 مع اسبانيول وانتر ميلان، ولكن ما كانش مؤثر معاهم قوي. ولكن بداية التأثير بتاعه كان مع ليفربول اللي لعب معاهم 5 مواسم، قدر يقدم مستويات عالية وسجل معاهم 54 هدف و45 اسيست، وده خلى برشلونة تستموت عليه وتقول لك ده المستقبل بتاعنا وتبعت له عرض، ولكن ليفربول كان بيرفض، وبرشلونة ما تسكتش وتضغط لحد ما ليفربول يوافق ويبيعه 2018 ويبيعه ب 135 مليون عشان يكون اغلى صفقة في تاريخ برشلونة، ويروح برشلونة وهو النجم الاغلى في تاريخ النادي، ولكن بأداء ما دخلش دماغ برشلونة. ما بيقولك في أول موسم ليه يجيب 11 هدف؟ ده كده ما جابش حقه يا عمنا. فعلى طول في 2019 برشلونة طلعوا عارة لفريق الباير عشان يسجل معاهم 11 هدف و9 اسيست. عارف ان دي ارقام اجمد لاعب عندنا هنا، ولكن بالنسبة لهم ده لاعب فاشل، ويرجع برشلونة تاني ويقعد معاهم سنتين عشان يبقى مجموع ارقامه مع برشلونة 25 هدف و14 اسيست بس، ويطلع عارة لاستون فيلا ويفعلوا بند الشراء بتاعه 2022 ويشتروا اغلى صفقة ب20 مليون بس، وارقامه مع استون فيلا كانت 6 اهداف بس. وبعدها يخرج سلسلة اعارات اولها الدحيل القطري في 2023 يسجل معاهم 5 اهداف ويرجع تاني لاستون فيلا، ولكن فريق استون فيلا يطلعه اعارة على طول لفريق برازيلي اسمه فاسكو دي غاما يسجل معاهم هدف واحد وثلاث تمريرات، والفريق البرازيلي يشتريه نهائي 2025. ولكن مش عارف تقلق عليه ولا لا يا صديقي، ولكن هو عنده 33 سنة وقاعد من غير نادي لحد دلوقتي وبيفكر يعتزل كمان. قول لي رأيك لمسيرة اللاعب، وكالعادة ما تنساش اللايك والاشتراك. شكرا.